أقول لك نعم لساعات. من خلال متابعة الإعلام الإسرائيلي، راجع كل تصريحاتهم، لم يتوقع بهذا المستوى من الرد لا كتاب لا مقربين من نتنياهو لا قيادة سياسية ولا عسكرية، وراجع كل صحفهم. نعم الجميع توقع أن يكون نعم، من الرد الضروري أقل من الإشارة ذلك. الآن، يعني واضح. الصورة والعواجل لوحدها تشرح الصورة. نشاهد الآن بعض الصور التي يعني تبث في وسائل التواصل أيضا لمكان سقوط أحد الصواريخ أو المسيرات الإيرانية في داخل أراضينا المحتلة في أحد ربما المستوطنات أو المواقع. حتى اللحظة تبدو الأمور يعني مبهمة نتيجة التكتم الإسرائيلي كما ذكرنا. ونذكر بالعاجل الوارد الآن بأن حرس الثورة في إيران يقول: نحذر أمريكا من أن أي دعم أو مشاركة في استهداف مصالح إيران سينتج عنه رد إيراني حاسم ويدفع على الندم. هو طبعا يعني يوازي أيضا التصريح الذي أصدرته البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، تحذير رسمي واضح وصريح في حال أي أحد شارك يعني في مساندة إسرائيل أو حتى الرد على الرد الإيراني سيكون له مصير آخر. وأسأل في هذه النقطة سيد هادي محمدي، لو سمحت لي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية ضيفي من طهران، ماذا تقرأ في هذه التحذيرات الإيرانية؟ لماذا تتكرر الآن تحديدا؟ هناك يعني حق مشروع لإيران لضرب إسرائيل وتوبيخ إسرائيل وصفعة لإسرائيل، ليس بس يعني انتقاما لهجوم على قنصليتنا بدمشق، هذا تلبية لكل الشعوب، تلبية لطلب الشعب الغزي والفلسطيني، هذا تلبية